السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم يا حبايبي في البانيه الجميل ده؟ بانيه الشركات اللي بيقولوا عليه ناجتس، اللي بيقولوا عليه ايه تاني، اطياب، المسميات كتيرة يعني ليه. ما شاء الله عليه تحفة، الله اكبر. بنص كيلو بانيه عملنا الكمية الجميلة دي، ما شاء الله الله اكبر. شايفين؟ الله اكبر ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هي طعم بقى وريحة وجميل والله. انا مش عارفة احنا بنشتريه ليه جاهز يعني، او بيروحوا يشتروه جاهز. دي كانت مكوناته بسيطة جدا. ان انا جبت نص كيلو بانيه، وبعدين فرمته في الكبة ناعم، ورحت حاطة عليه كوباية فيجيتار. ده فيجيتار اللي هو بتاع ماي واي، كان كيس كبير فانا فضيته في برطمان فيجيتار. ممكن الفيجيتار التاني العادي، بس اكياس هيبقى ياخد. احنا بنحط منه كوباية على النص كيلو. واللهم صل على سيدنا محمد. وده بهارات فراخ، بهارات فراخ اهو ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. حبة فلفل اسود صغيرين وملح. ادي كل المكونات. واللي هو البتاع اسمه ايه، كورن فلاور ده ولا ستريبس اللي بيجي من عند العطار. هو بيجي خشن جدا، بس انا طحنته شوية عشان ما يبقاش خشن قوي، بيبقى خشن بطريقة جامدة. فانا طحنته شوية وما شاء الله اهو زي الفل. عملناه جميل جدا، الله اكبر بسم الله ما شاء الله. كمية جميلة وحلوة اهي. كل ده بالنص كيلو بس، وحاجة نضيفة عاملاها ببيتك لأولادك، ولا نشتريه بالغالي. اللهم صل على النبي ما شاء الله. تحفة تحفة والله، الله أكبر ما شاء الله. تعملوه بألف هنا وشفا. وبشكر جدا جدا كل اللي دخلوا لي جديد في قناتي، بشكرهم بارك الله فيهم. وبتفرحني تعليقاتكم الجميلة، ربنا يجازيكم بخير. ومتشكرة جدا لكم والله. وقناتي ان شاء الله تكبر بيكم بإذن الله، بكل حبايبي ومتابعين الجمال. ربنا يبارك لكم في أولادكم ويسعدكم يا رب. وما تنسونيش برضو اللايكات والمشاهدات، يعني اقل حاجة والله. انا ما بشاهد لاي حد والله من حبايبي وقنواتي. يعني ساعات انا بسيب الفيديو شغال كده، عشان كلنا لازم نساعد بعض ونبقى نعون لبعض بعد ربنا سبحانه وتعالى. نعين بعض ونساعد بعض كلنا بعد ربنا، كله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك لكم يا رب ويزيدكم من فضله. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. انا مش هحمره دلوقتي، انا هحطه في اطباق فويل واحطه في الفريزر، ونطلع بقى بايه، بالطلب. هو لما احمره ان شاء الله هبقى اصورها لكم برضه واوريها لكم باذن الله. اعمل لكم بقى فيديو قصير كده لما اجي اقلي يعني. اهو ما شاء الله. تعيشوا وتعملوا، واشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. لا اله الا الله. مع السلامه.